مرحبا بكم معايا في القناه ديالكم قناه حلويات داري. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده نتمنى تعجبكم، اللي هي وصفه ديال الصابلي ديال لي بيفي. وكنشكر بالمناسبه كامل اللي تابوناو معايا واللي كيدعموني بالتشجيعات في لي كومونتير، كنشكركم بزاف بزاف. وحتى اللي كيديروا لي ديزلايك ماشي مشكل، هذا كيعني بانهم راهم كيشوفوني وكيهتموا بيا. الله يجازيكم بخير والله يجازي بخير كامل اللي كيديروا لي لايك، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتوصلوه ل 1000 لايك، وعلاش لا. يلا هما معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. المقادير ديال الصابلي ديالنا هي: في العجين نحتاجو الدقيق، انا عندي هنا كيلو ولكن ربما ما غنحتاجوش كامل. المهم كنبداو ندخلو كما تعرفوا الصابلي. عندي الزبده، اختاريت هذه ديال العلبه، خذوا اي ماركه عجباتكم حيت الصابلي بغيتو يجيو هشيش بزاف. كاس ونص ديال السكر كلاص، سكر ثقيل، نص كاس ديال الزيت، جوج بيضات، معلقه ديال الجلوكوز. وهنا عندي نكهه الشوكولا مع الكاكاو، حيت غادا نقسم العجين الى نصفين، نص غنخليه بنكهه الفاني والنص غندير له الشوكولا. بلا بغيتو الصابلي يجيكم مرطب، دائما هذه قاعده ديال الصابلي، الا بغيتوه يجي مقرمش كنستعملوا السكر حبيبات، ولا بغينا يجي رطب هشيش كنستعملوا هذا النوع د الزبده ماشي مارغرين، والسكر كلاصي، والطحين حسب الخليط كما قلت لكم. نبدا على بركه الله. ناخذ الكسعه ديالنا. ما جبتش الفاني، انا نجيب الفاني. انا جبت الفاني، هذا النوع د الفاني السائله اللي كنحتاج. بسم الله. نبدا ندير الزبده، ندير الزبده كامله. عندنا 250 غرام في هاد العلبه هذه بسم الله فيها 250 غرام. ديروها كامله. هاد الزبده هذه على فكره كتعطي واحد البنه زوينه في الصابلي، وكتجي رطبه كتعاون في الخدمه. ندير لها شويه ديال الملحه، غير هكا فريته ديال الملحه، نزيد لها السكر. بسم الله. واللي يبغي يدير بودره اللوز ولا بودره الكاوكاو ولا الكوك ولا يزيدوا للعجين. انا غندير العجين عادي لحقاش في التزيين عندي بزاف النكهات. نعجن معكم العجين ونوري لكم شنو غنحتاجو في التزيين. بسم الله. نخدموا الزبده ديالنا كما العاده، كما كاع الصابليات، حتى تولي بحال الفوماض مع السكر. نزيدوا الزيت ونزيدوا البيض ونبقاو نزيدوا الدقيق. انا الصابلي دائما ما كنديرش فيه الخماره، وغادي تشوفوا الطريقه ديالي ديال الدقيق كيفاش نزيد ملي يكون عندي جوج نكهات. انا ما نديرش الدقيق في مره وعاد ندخل النكهات، لان الصابلي ما كيخصوش العجينه. بسم الله. نزيدو نص كاس ديال الزيت هنايا، وهادوك الجوج بيضات نديرهم في مره. بسم الله. البيض راه عندي مغسول. عندك طيح لكم شي قشيره راه كتبقى تغزغز في الفم صافي. نخدم دابا هادشي كله هكا نمزجو، ونزيد الفاني. الفاني ديرو جهد معلقه صغيره. درت معلقه صغيره ديال الفاني. نخلط دابا كلشي ونقسمو. دابا فين غنقسمو؟ انا قبل ما ندير الدقيق ندير غير واحد شويه باش تجمعوا لي ونقسمو. قبل ما نجمعو مزيان بالدقيق نقسم النص، غنديرو بالشوكولا بنكهه الشوكولا، نزيد لها هاد الفاني السائله قريبه للنكهات كاملين باش كتعجبني. ملي كتبغي تقسمي العجينه تجي هاد الفاني السائله احسن. نبدا نضيف الدقيق ديالي. بسم الله. ندير واحد جوج كيسان، وهنا فين نقسم العجين. والدقيق يكون ديال الحلويات. ها العجين ديالنا وجد، ها هو اللي درت فيه الكاكاو، كيجي على هذا الشكل اللون ديالو كما قلت لكم مغلوق. وهذا اللي خليناه الفاني ها هو. دابا نبدا نشكلو. دابا هنا عندنا للتزيين، عندي هنايا الشوكولا ايفيلي ولا الشوكولات المورق، راه كيتباع على هذا الشكل.
هذه راهنا 5 دراهم. 5 دراهم فيها خير وبركه. وكيجي واحد المذاق في الباتيسري وفي لي صابلي كيجي واعر، حتى في الحلوه ديال اللوز كيجي. هادو حبيبات ديال الشوكولات حتى هما مقرمشين اللي استعملت في حلوه اللوز للتزيين. عندي هنايا الكركاع اللي هو الجوز، وعندي لاباطا شوكولا عجين الشوكولات كنت خدمتها انا هنا في الدار. عندي الابيض والخضر والغوز. دابا تشوفوا علاش بما انه عيد ميلاد كيحتاج الالوان وكيحتاج للتزيين. المطابع عندي هنا هادو غنحتاجهم للتزيين لاباطا شوكولا، وهادو باش نقطع العجين. هنا كملت هذا النوع ديال الصابلي اللي غنلصق وحده قهويه وحده بيضه وحده شوكولا وحده فاني نلصقوا مع بعض. علاش بغيت نوريهم لكم باش تاخذوا فكره بان دائما ملي كيكون عندنا الكاطو او شوكولا والكاطو بيض خصنا نديروهم في نفس اللاطه باش نعرفوا كيفاش طاب الكاطو ديال الشكلاط. ما كيبانش لينا ملي كيكون كيطيب، ما كنعرفوا واش طاب مع اللون ديالو، ما كنعرفوش واش طاب ولا مازال. نديروا معاه البيض هو اللي كناخذوا به القياس ديال الطياب. انا غندخلهم للفران ونرجع معكم باش ندوب الشوكولا ديالو ونبدا نشكلوا الديكورات ديال التزيين. ها هو الشكلاط ديالنا ذوبته في حمام مائي. بما انه دابا البرد تقدروا ديروا فيه شويه ديال الزيت ماشي مشكل، ولكن ملي يكون الصيف ننصحكم ما تزيدوش فيه الزيت. انا درت هنايا هادو هاد ليمون ديالي كيجيو على شكل طاجين تقريبا، كيجيو هكا عندهم الراس. درت الكوش الاولى دهنتهم ودخلتهم الثلاجه. دابا غنزيد لهم الكوش الثانيه نولي باش نزيد الشكلاط نغلطو شويه وعاد ندير له الحشو ونغطيه بالشوكولا من الفوق. هذا اللي كنديرو على شكل طاجين. انا كما كتشوفوا دابا هكا ناخذ الشيته ديالي ونزيد باش تولي هاد الطبقه سميكه ما تهرسناش ملي نحيدوه من القالب. زيد على هذا الشكل، ندير الشكلاط بالمعلقه ومن بعد ندوزو بالبانسو بالشيته ديالنا. تبقى الطبقه الثانيه وملي يشد راسو ندخلوه للثلاجه يشد راسو مره ثانيه ونخرجوه ندير له الحشو ديالو ونسد عليه بالشوكولا. هذا الديكور هذا عنده التحتاني ديالو. انا كنديرو في لي بيفي كيديروا فيه الصفوف الزميطه كنعمرو به، كنديرو غير خاوي ما نديرش فيه الحشو. وهذاك التحتاني ديالو كندير فيه الزميطه. اجل اخت الدنيا كامله يعني ما نمشيو على هذا الشكل هكا. نديرو الكوش الثانيه باش كما قلت لكم ما يتهرش لينا. ندخلوه للثلاجه ونرجعوه باش نديروا له الحشو ديالو ونغطيوه من الفوق بالشوكولا. ها هو الطويجنات ديالنا خرجناهم من الثلاجه من بعد ما جبدات لينا الكوش الثانيه. وحتى هاد لي موتيف هادو كنت درتهم تما، فهاديك باستعانه بهاد القرعه هادي باش تجيني سهله دخلتهم الثلاجه جمدوا. دابا غادي نلصقهم فوق الكاطو ديالهم. نعمر دابا انا نعمر دوك الطويجنات بالكراميل اللي كنت صايبته في الفيديو السابق معكم بالحليب البودره والناباج وروح الكراميل. كما كتشوفوا كيبقى مزيان، كيبقى شاد حتى 15 يوم حتى ل 20 يوم. انا نبدا نعمر دابا في وسط هذوك الطويجنات، ما غنعمرهمش حتى الفوق، غندير غير كميه صغيره غير باش تشد لي داك المكسرات ودوك الشوكولات ايفيلي. انا غنعمرهم كاملين، ندير فيهم فهادوك الطويجنات كاملين. نبقى هكا غاده على هاد الطريقه هادي، ندير شويه تما نجهد نص معلقه صغيره. واللي عنده اللوز ولا نوع اخر ديال المكسرات ولا الفويتين ولا باش ما بغيتو تعمروهم عمروهم. انا دابا موجود عندي الكركاع اللي هو الجوز، تيجي مقرمش حتى هو كتجي العضه عامره فيه كتجي زوينه. كنبدا نديرو هو الاول على هذا الشكل اللي كتشوفوا، ونزيد عليه الطبقه الثانيه ديك الشوكولا فيتي، هذوك الايفيلي ديال الشكلاط الجديده هذيك كما قلت لكم الجديده فين ما درتوها كتجي لذيذه. ونغطيوهم بالكوش الثالثه بالشوكولا البيضاء اللي كنا درنا الاساس ديال داك الطويجين.
نغطيوهم وندخلوهم الثلاجه يشدوا راسهم باش ونديروا لهم القاعده ديالهم هي تكون صابلي. هو الصابلي ديالنا طاب وجد كيجي محمر على هذا الشكل. انا جبت كميه صغيره باش نخدمها معكم نوري لكم كيفاش كندير له. دابا انا كنفند هذا اللي قلت لكم يجي جهه بالشوكولا وجهه فاني. راني كنفند فيهم هما هادو كنفند فيهم. نوريكم كيفاش كندير. كناخذ وحده هذه اللي فيها الفاني مستفاهم هنا، وهذه اللي فيهم لي لاباط ديالهم شوكولا هما اللي دايره هنايا باش نعقل عليهم. كل وحده نديرها بوحدها. غندير دابا هذه كنهزو هكا بالخرشيطه نقطرو مزيان باش ما يبقالناش الفائض ديال الشكلاط من التحت. نديرها هنا، وهذه اللي فيها الشوكولا نديرها مع خوتها باش ملي نجي نلصقهم يجيني وحده فاني ووحده شوكولا. غنضيف كامل هاد الصابلي ديالنا بالشوكولا. نجيب بعدا وحده ديال هذاك الطاجين غيكون جمد. انا كنقول لهم طويجنات وانتم سميوهم كما بغيتو. كنحيدوهم من دوك الليمون ديالهم كيجيو على هذا الشكل هكا بحال الطويجنات. حيدات الشوكولا نوار. ناخذ الصابلي اللي غنديرو من تحت ندير له غير شويه ديال الشكلاط باش تلصقني، ولا نديرو كراميل. من الاحسن نديرو كراميل كنمشيو في نفس الاطار ديال نكهه الكراميل. بغيتو تلصقوه بالشوكولا تلصقوه، انا فضلت دابا ندير الكراميل. يجي داك الصابلي هكا من تحت باش نفينيوه. غادي ناخذ البانسو. قلت لكم هذاك اللي رقائق ديال الشوكولاط هما اللي غادا نزين بهم. انا ما بغيتش ندير الصابلي كبير على قد هادي على قد الشوكولا لحقاش الا درناه يجيو دوك لي بيبيت خارجين. ناخذ هاد الشوكولا هو اللي نكمل بها نفيني به هنايا الجناب كما كتشوفوا. كتجي غير قاعده صغيره ديال الصابلي وداك الحشو لداخل كيجي هكا على هذا الشكل مع هاد رقائق ديال الشوكولاط لذاذ بزاف. ما قلت لكم كيجيو في لاباتيسري كيجيو كنديروهم هكا على هذا الشكل. وهنا الفوق غنديروا وريضه بلا باطا شوكولا، وحتى هما غندير لهم كامل بالماكري. بغيتو تخلوهم في اللون ديالهم الابيض خليوهم، ولكن انا كنفضل نردهم هكا ذهبيين كيجيو زوينين بزاف. وهادوك لي بيبيت شوكولا يبقاو بويض. بغيتو تخلوهم بويض بغيتو ديروهم بالشوكولا نوار. انا ملي كندير فيهم السفوف كنديرهم بالشوكولاط الاسود. هانتوما كيجيو على هكا. انا غندير لهم وريضه هنا باش ما نطولش عليكم. نكمل كلشي ونرجعوا للفينيسيون الصغير. من الاشكال النهائيه ديال الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل. هادي زيناها بلا باطا شوكولا. هذا داك الطويج درت له وريضه من الفوق، وهذا داك الشكل اللي درناه طويل كيجي على شكل لي بوب كيك كيتحط هكا. وهذا داك الشكل ديال الكركاع لصقناه كل جوج، وراه جهه فاني وجهه شوكولا. وهذا اللي درنا له داك موتيف ديال شانيل كيبقى على هذا الشكل. انا نصايب معكم هاد الشكيلات كاملين نلصقهم معكم ندير معكم وحده وحده نشوفوهم كيفاش كان الشكل النهائي ديالهم، وحتى تشوفوهم في البلاطو ان شاء الله. هاد الشكل هذا اللي درنا له لاباطا شوكولا هو هذا داك اللي كانوا دوائر وفندناهم في الشكلاط، واحد قهوي واحد ابيض فاني وشوكولا. انا غادا نزيد ندير لهم هاد الزين قدامكم. نمشيو ناخذ المطبعه ديالي. انا طلقت هنايا لاباطا شوكولا بيضه. ناخذ هذيك المطبعه ديال نوار الشمس. انايا طلقتها باش نربح معكم الوقت ما نطولش عليكم كما قلت لكم. كنخرجوها هكا. هذه المطبعه هذيك ديال نوار الشمس كنخرجوها هكا. ناخذوا الحلوه ديالنا نحطوها من الفوق. نمسح يدي فيها الشوكولا نحطوها هكا من الفوق. نزلوا لها هادو هكا على الجوانب.
هو بيني وبينكم هاد الحلوه فيها شويه الخدمه، ولكن كما قلت لكم بلاطو ولا جوج ديال البوفي كيجي همي، معليش ماشي ناخذ وقت كتير، ماشي كميه كبيره. هذه لا باطا شوكولا درت لها لاغون بيستاش خرجت هكا خضره، نديرو بها الوريقات. الوريقات كل واحد شنو عنده من الطبعه، انا خديت غير هذه باش يجوني غير صغار. هذه راه كيجيو في الباكيه شي 6 من الكبير للصغير، كيتحتاجوا لكل شيء. انا ما درت هنا والو كما كتشوفوا باش نلصق، لحقاش لاباطو في الشوكولا ملي كتكون طريه يلاه خدمتيها، ما ملي تكون قديمه خدميها بين يديك راه كطرى، ما تحتاج شي حاجه باش تلصقيها. هنا عندي هاد لاباطا شوكولا في الغوز، ولا بغيتو ديروها حمراء كما بغيتو. غنقطع 3 د الوريضات كما درت 3 د الورقات، ندير هنا 3 د الوريضات كما كتشوفوا. دابا ناخذهم على هاد الشكل هكا نلصقهم باش يجوا واقفين بحال هكا. ناخذ هاد العقيق كيبقى اختياري، ديروا الالوان اللي بغيتو، ديروا لها الغوز ديالها ولا الذهبي، ولا انا دابا الفضي متواجد عندي استعملت الفضي. نديروا في وسط كل ورده كنديروا عقيقه على هذا الشكل هكا. هادو كتجي الحلوه بحال هكا، التزيين النهائي كيجي هكا، وكتجي العضه لداخله فيها كراميل كما شفتوا لصقتها بالكراميل، والصابلي واحد شوكولا واحد فاني. ها هو البلاطو ديالنا كما كتشوفوا واجد على هذا الشكل هذا. ها هما الطويجنات اللي زينت معاكم، وهذاك الشكل اللي فيه الورده ديال نوار الشمس كيجي زوين وهمي. واما هادو لي بوب كيك والشكل هذاك ديال الكركاع، ان شاء الله الا بغيتو ندير لكم فيديو اخر للتزيين باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويروقكم.